حقيقة يعني الشباب كنا يعني شعرنا إننا قاعدين في ليبيا، لما ننتقل من ليبيا إلى بلاد أخرى. حقيقة هذه الحفاوة من المطار إلى فندق إلى هذه الاحتفالية الجميلة الرائعة، يعني شعرتمونا أننا ما زلنا في ليبيا. وحقيقة أن هذه الدورة المباركة أهم أسباب نجاح هذه الدورة المباركة هي الرعاية الإلهية، وهي الشباب الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة من أجل هذا الوطن، وهي كل مواطن ليبي حر سواء كان في ليبيا أو خارج ليبيا ساهم ولو بكلمة من أجل انتصار هذه الدورة المباركة، بما فيهم الجالية الكندية اللي كانت لها لمسة وبصمة كبيرة جدا والمساء عليه بصراحة، وكان لها الأثر الكبير في نجاح هذه الدورة. فحقيقة لكم الشكر نيابة عن كل شهيد، نيابة عن كل مدينة في ليبيا، سواء كانت طرابلس عروس البحر أو بنغازي الشرارة ومدينة الأبطال أو مصرات السنور أو جميع المدن الليبية. حقيقة لكم جزيل الشكر. حقيقة إن الكلام يعجز عن توصيل الشكر والعرفان. وفي الختام أجمل ما في هذه الدورة إن وضع قلوب الليبيين في خندق واحد، أن أعادت الحياة للمحبة للألفة بين الليبيين. أجمل ما في هذه الدورة حقيقة هذه الألفة كانت في عهد الطاغية مدمرة تدمير ممنهج. حقيقة أول المواطن اللي يشعر أنه قريب من أخوه، يعني هذه الدورة سبحان الله والله حاجة إلهية. وفي نهاية الأمر أشكركم جزيل الشكر نيابة عن الشباب ونيابة عن كل مواطن اللي يحب. حقيقة مشكورين جدا 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 والله موجودة معنا اليوم ولا لم تتمكن الحضور؟ نعم، للأسف أنها غير موجودة، ندعو لها في ظاهر الغيب أن الله سبحانه وتعالى يعز بشفائها وأن يجزيها خير الجزاء ويجزيكم جميعا أفضل الجزاء على ما قدمتموه. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.